5 أشخاص في مواجهة طفل واحد ليست مبالغة، بل حقيقة صادمة في جريمة هزت الشارع في صنعاء خلال الأيام الماضية. طفل خرج من منزله ولم يعد، وبعد 20 يوما من البحث والانتظار كانت النهاية مؤلمة إلى حد يصعب استيعابه. غسان توفيق حمود، طفل في 13 من عمره، غادر منزله مساء 13 من مارس، وكان بحوزته مبلغ مالي يقدر بنحو 300 ألف ريال. لحظة عادية جدا في ظاهرها، لكنها كانت بداية لنهاية مأساوية. لم يكن يعلم أن هناك من يراقبه، من يتتبع خطواته، ومن قرر أن يستهدفه من أجل هذا المبلغ. تمر الساعات، ثم الأيام، ثم الأسابيع، ولا أثر للطفل. القلق يتحول إلى خوف، والخوف إلى يقين بأن هناك شيئا خطيرا قد حدث. وبعد 20 يوما تظهر الحقيقة. جثة الطفل تعثر عليها في حي العروق، مقطعة ومخفاة داخل كيس في أحد الأحواش، في مشهد لا يمكن وصفه إلا بالقسوة. وفقا للمعلومات والتحقيقات، لم تكن الجريمة لحظة اندفاع، بل كانت عملية ترصد واعتراض، تلتها جريمة قتل خنقا، ثم سلب المبلغ المالي، وبعد ذلك نقل الجثة وإخفاؤها في اليوم التالي. تسلسل يكشف أن ما حدث لم يكن تصرفا عشوائيا، بل فعلا منظما يحمل كل معاني القسوة والتجرد. وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن تجاهله: هل يحتاج قتل طفل إلى 5 أشخاص؟ ماذا كان يدور في أذهانهم في تلك اللحظة؟ كيف يمكن لمجموعة كاملة أن تتفق على فعل كهذا دون أن يتراجع أحدهم أو يتوقف لحظة؟ اليوم أعلنت الجهات المعنية القبض على المتهمين في هذه القضية، وهم شايف أحمد علي الأرضي، عبد الغني راجح أحمد محمد الشاوش، شاكر عبد السلام، أحمد قايد القفل، حسن علي محمد صالح الفقيه، ومحمد إبراهيم علي محمد الفقيه. 5 أسماء أصبحت مرتبطة بجريمة واحدة، ضحيتها طفل لم يكن يملك سوى مبلغ بسيط. ومن الناحية القانونية فإن هذه القضية لا تعد جريمة قتل عادية فحسب، بل تصنف كجريمة مركبة بالغة الخطورة، فهي تجمع بين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبين جريمة السلب باستخدام القوة، إضافة إلى الاشتراك الجنائي من قبل مجموعة منظمة، فضلا عن إخفاء الجثة ومحاولة طمس الأدلة. ووفقا للتكييف القانوني في مثل هذه الحالات يمكن أن تدرج ضمن جرائم الحرابة أو الإفساد في الأرض، نظرا لما تنطوي عليه من ترويع للآمنين واعتداء صارخ على النفس والمال معا، وهي من الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات. الاعترافات إلى جانب الأدلة الميدانية وضعت القضية في مسار واضح أمام العدالة، لكن ما يتجاوز تفاصيل التحقيق هو الأثر الإنساني لهذه الجريمة. نحن لا نتحدث فقط عن واقعة قتل، بل عن فقدان شعور الأمان، عن سؤال أكبر يتعلق بالمجتمع نفسه. إذا لم يكن الطفل آمنا فمن يكون؟ 300 ألف ريال، مبلغ قد لا يستمر أياما، كان كافيا لإنهاء حياة إنسان. وهذه الحقيقة وحدها كفيلة بأن تدفعنا للتفكير طويلا، ليس فقط في الجريمة، بل في أسبابها وفيما يمكن أن يمنع تكرارها. القضية اليوم بيد العدالة، لكن الوجع الذي تركته في قلوبنا والناس وفي ذاكرة المكان سيبقى أطول من أي حكم. رحم الله غسان، وجعل ما حدث له جرس إنذار لا يمكن تجاهله.